هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيبقى ازاي لو انا عايزه اهتم ببشرتي ومش معايا 200,000 جنيه عشان اجيب غسول وحاجات، فعايزه اهتم ببشرتي. فايه الغسول الرخيص قوي 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 اللي ممكن نستخدمه لبشرتنا ونبقى حاطينه وسط روتين، بنعمل روتين عادي لبشرتنا وبننضفها الصبح وبالليل ومن غير ما يكون ب 200,000 جنيه؟ فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. طيب، الغسول اللي انا هتكلم عنه ده فكرتي كلها، او ايه اللي اصلا عرفني عليه، ان انا كنت عايزه اجيب حاجه للميك اب تبقى كويسه عشان ما استخدمش الغسول بتاعي الغالي اللي هو غالي، واقعد امسح بالميك اب عشان اتاكد ان وشي يبقى نظيف طبقه واتنين وتلاته. فطبعا ده هيهدر الغسول وفي الاخر هو مش بتاع، يعني هو مش ريموفر ميك اب، فمش هينضف البشره كويس. فمن هنا جت فكره ان انا لازم ادور على الغسول بتاع اصلا ريموفر ميك اب او بيساعد ان الميك اب ينضف من البشره. ومن هنا اتعرفت على هذا الغسول وجربت. غسولنا هو ده بتاع ايفا. ده مش غسول يومي، ده مبدئيا مش غسول يومي اللي هو كل يوم استخدمه صبح وليل، ده استخدمه مره واحده في اليوم لو ضاقت بيا قوي. لو ما ضاقتش بيا الدنيا ممكن استخدمه يوم يوم لا كده. كان في قدامي التاني اللي هو بيتهيالي الاخضر اللي هو فيه اللي هو حبيبات سكراب، بس انا ما فضلتوش لان انا بالنسبه لي السكراب يومي للبشره ده هيضر البشره وهيفتح مسامها، فعمل السكيب. دخلنا على ده زي ما قلت لكم شكله ايفا اللي هو بالجلسين. عايزه اقول لكم هو ريحته خطيره، يعني انا ماسكاه كده وريحته فايحه، وهو بالنسبه لي انا ما بستخدموش كتير بصراحه، ولكن زي ما انتم شايفين ان هو برده متاخد منه كميه كويسه، يعني ما طلعتش اتكلم عنه من اول ما جربته مره او مرتين بس. طيب، ايه الحلو في الغسول ده؟ ان هو خفيف على البشره. خفيف على البشره ازاي؟ يعني انا هستخدمه كل يوم؟ لا، مش هتستخدميه كل يوم لانه مش طبي، هو اصلا مكتوب عليه ان هو مزيل للميك اب، بس لو انا هاجي استخدمه عشان ازيل الميك اب فهو ما بيزيلش الميك اب ازاله كامله، فبرضه بيتبقى معاكي شويه ميك اب كده محتاجه قطنه مثلا فيها تونر او حاجه او ريموفر ميك اب وتمسحي وشك. فلو انا عامله فول ميك اب في وشي وعايزه ده يشيله ازاله كامله فهو مش هيعمل كده، هو هيشيلك لحد ما، بس برضه وشك هيبقى عليه ميك اب ممكن ما تبقيش شايفاه، لكن هي هيبقى فيه طبقه خفيفه على الميك اب في بشرتي. فانا لو هستخدمه كغسول للميك اب او كريموفر للميك اب فلا، مش هقولك ان هو ده الواو بالنسبه لنا، لا خالص، في احسن منه كتير وفي ريموفر ميك اب احسن بكتير. لكن لو هستخدمه كغسول يومي مره واحده بس او متقطع يوم يوم لا، ينضف بشرتي، بينضف البشره وبيديها ريحه حلوه قوي، بيخلي ملمس للبشره حلو، غير ان هو ب 40 جنيه او ب 45 جنيه. فلو انا عايزه اهتم ببشرتي عادي ممكن نرجع نجيب غسول ده حلو وسعره حلو، هيخليكي تهتمي ببشرتك وهتبقي عامله روتين لبشرتك عادي جدا ورخيص. فهي ست الكل يا غاليه، لو عايزه غسول حلو جميل هينضف بشرتنا، هيرجع من بره انضف بشرتي من اليوم وتعب اليوم والتراب والحاجات دي، فهو هيبقى لذيذ معاكي، مش واو لانه مش طبي، بس هو هيبقى لذيذ معاكي وهينضف بشرتك كويس. لكن لو هتجيبه عشان انا بعمل ميك اب جامد قوي في وشي وعايزه هو يشيل الميك اب الجامد فهو مش هيعمل لي كده، فما تنتظروش منه ده خالص. انا كده خلصت الفيديو، في فيديو تاني وجديد